وأرجو الله أن ينجيهم مما يحاك بهم ومما بيتت يهود بمن هو في ظهرها في محاربتها. لكن الخديعة أن يكون قد انطلت عليها أكاذيب وأراجيف وألاعيب وترهات للروافض. الروافض يأتمرون بأمرهم، ومن قريب صرح بعض مسؤوليهم أنهم أهدوا النصر الذي حققوه في غزة إلى إيران. ما شأن إيران؟ ما هو شأن إيران؟ تصريح خطير جدا. الخوف أن نجد الروافض لا قدر الله في بلادنا. هذه مصيبة من المصائب. فالكلام موجه لإخواننا في حماس: حافظوا على السنة، حافظوا على بيضة أهل السنة، اتقوا الله في أهل السنة، تبرؤوا من الروافض، كذابون دجالون يريدون التغرير بكم، ولستم أنتم المرادون فقط، وإنما المراد أهل السنة بكلهم وكلكلهم. فغيرة بعض إخواننا وتحذيرهم من الروافض في وقت قتل الناس لحماس لا نقبل أن يمس ظفر لمسلم، لكن نخاف أن يكون الروافض قد غرروا بهم ووعدوهم بالتدخل. وسمعت تصريحات لبعضهم وأنتم تسمعون أكثر مني، قال كان المأمول من إيران أن يكون موقفهم غير الموقف الذي جرى، وهذا أمر مصيبة. هذا أمر مصيبة. أنا أقول وابحثوا قولي، فحصته في حوادث كثيرة وبقي صحيحا وسيبقى صحيحا: أمريكا واليهود وإيران واحد ليسوا اثنان، واحد وليسوا اثنين. ما إذا صاروا اثنين في التمثيل والمؤامرات الباطنية، أما في الحق والحقيقة والواقع الملموس والمشاهد إيران والروافض أعداء لنا ونحن أعداء لهم، والمقاربة لا تصح كما قال الإمام الأوزاعي: المقاربة في الأديان لا تصح. فالخوف من الروافض أن تكون هنالك وعود، والبوادر ظاهرة: نصر لأهل غزة قبل الاجتياح، وقد أفرح ما صنعوا، أفرح كل مؤمن ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من لم يفرح بما جرى مع يهود؟ من لم يفرح؟ شيخ الإسلام يقول: الذي يهمه أمر المسلمين، المسلم الذي يهمه أمر المسلمين والذي لا يهمه أمر المسلمين ليس منهم، ليس منهم. الحديث ورد في معناه عند الطبراني في الأوسط بسند ضعيف: ليس منا من لم يهتم بأمرنا، لكن الإسناد ضعيف. لكن أقول بارك الله فيكم أن الذي نخشاه، وأصبح الأمر واقعا، أن يكون هنالك مؤامرة ويذهب ضحيتها أهل السنة والجماعة. فغيرة إخوانكم إن تكلموا في التحذير من الروافض وتنبيه حماس على موالاتهم للرافضة في محله، والحقيقة يتجرعها الإنسان تجرعا. هذا التحذير في محله. فنخاف على أهل السنة عامة وعلى حماس خاصة من تواطؤ ومؤامرات الروافض. نسأل الله أن يحفظنا جميعا بحفظه وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته. هذا وآخر.